معاكي زيت بتسخنيه كويس. تمام كده. معاكي هنا ايه طبق البانيه اهو. بصوا بقى يا جماعه، طبق البانيه اهو اللي انا هقليه. طبعا البانيه ده مش محطوط فيجيتار خالص، انا محطوش فيجيتار. البانيه عباره عن دقيق، نشا، بتاع دوت، اللهم صل على النبي، بيكنج باودر. تمام كده. مع التوابل اللي انت هتحطيها، كاري، كركم، شطه، الكلام ده كله. وايه، وان انت هتسخني كويس، وايه تيجي تحطي ايه في الطاسه بقى كده اهي. بصي كده بس ما تقلبيش. بصوا بقى الدقيق اهو، عشان محدش يجي يقولك التتبيله دي يا جماعه انا كنت بحطها لكم وانزلها لكم كذا مره. ليه النشا لما باجي ايه اعمل صلى على النبي الستريبس. انا بعمل الستريبس اللي هو ايه كده، لكن ما بحطش الفشار خالص نهائي في البانيه يا جماعه. كنت الاول بحط. تمام كده عشان ايه واقفين مع بعض. انا الاول بحط ايه فيجيتار عادي. دلوقتي ما بحطش اي فيجيتار، هو يا دوبك الدقيق والنشا والبيكنج باودر. تمام كده مع التوابل اللي عندي، مع كاري وكركم. الكاري والكركم يا جماعه هو اللي مشفرلك ايه البانيه، يطلعلك البانيه مش محروق ومستوي. عشان بقى تشوف بقى فيجيتار وتدوري على نوع فيجيتار كويس في السوق، وتنزلي سوبر ماركت وتروحي مش عارف لا. وهتلاقيه بصي ما شاء الله. انا طبعا ما تقلبيش، لان انت لو قلبتي هيفك طبقه القشره، هتفك معاكي. تسيبيه لما يشد خالص، بعد كده تقلبيه على الناحيه التانيه. غير كمان مش هيحمر معاكي قوي، انت هتقلبيه هو يتفرج. كاري الكوكو يا جماعه هو اللي هيصفى معاكي، الكان في السمك او الكان في البانيه او الكان اي حاجه مقليه اللي هي بتبقى مصفره معاكي. هو ده السر اللي بتلاقي الحاجه صفرا معاكي. طبعا الزيت يا جماعه اللي انا بقلبيه بسيبه ايه بغسله واصفيه لحد ما يصفى خالص. ما تحطي بروح ايه مصفيه لحد لو خالص بقى ان هو ملوش اي لازمه، بروح ايه يعني ما تبيعوش الزيت، لان الزيت والزيت حرام يا جماعه. تمام كده، لان بيعمل امراض وحرام في الدين. تمام كده. ما ينفعش تبيعي الزيت خالص، بيعمل امراض سرطانيه والكلام ده كله. انتي بتستخدمي خلاص ما تبيعيهوش.